السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. هنا أنا خلصت معاكم الوحدة الأولى كاملة الحمد لله. هنا أنا هقول لك ملخص الوحدة الأولى وهقول لك أهم الأسئلة اللي بتيجي فيها. أنت دورك حل أسئلة كتير وراجع، لأن الامتحانات في الغالب بعد رمضان بإذن الله هتلاقي نفسك بتصطدم بامتحان الشهر الأول، فما تضيعش وقت. نبدأ بقى. أول حاجة أنت كان درس عندك النمذجة، وقلنا النمذجة 3 أنواع، يا إما عدد على كسر وده أسهل نوع، وده عشان نعملها ببساطة خالص كنا بنعمل ايه؟ كنت بعمل 3 نماذج، بشوف الرقم ده كام، ده 3، فبعمل 3 نماذج كده اهو، نموذج اول، نموذج تاني، نموذج تالت، القلم خلص. هنا ندوس على النماذج التاني كده اهو، نموذج اول وده التاني وده التالت، وكنت بشوف المقام ده كام وبقسم النماذج عليه. يعني هنا كده 1 2 وده التالت، 1 2 وده التالت، 1 2 وده التالت. هنا أنا قسمت كل نموذج 3 أجزاء. ليه 3 أجزاء؟ عشان المقام ده كده. طيب البسط بقى، هي بسط 2، يبقى بعد كل مربعين بمجموعة، يعني 1 2 دي كده مجموعة. طيب 1 2 دول مع بعض كده أهو، ده وده أهو، أعمل لك علامة كده لهم مجموعة لوحدهم. طيب كده مجموعتين. طيب المستطيل ده والمستطيل ده مجموعة تانية، كده 3 مجموعات. طيب المستطيل ده والمستطيل ده مجموعة تالتة كده اهي. كده إيه كده انا عندي كام مجموعة؟ 1 2 3 4. هنا كده لو عدينا اهو 1 2 3 4، يبقى هنا عندي كام مجموعة؟ 4 مجموعات، وباقي مربع واحد بس. المربع ده ايه؟ المربع ده قد ايه من المجموعة الواحدة؟ المربع ده قد ايه من المجموعة اللي هي 2؟ المربع ده نص مجموعة، يبقى 4 ونصف. سؤال تاني مهم جدا عشان تتأكد من ناتج القسمة، اضرب خارج القسمة في المقسوم عليه. يعني مثلا بصوا، احنا عارفين ان 6 على الاتنين يساوي 3، خارج القسمة هنا 3 اهو، تمام، والمقسوم عليه 2. خلاص اضرب كده 6 في 3 في 2 هيطلع لك كام؟ هيطلع 6. بس يبقى انت كده صح. تاني هو عشان تتأكد من ناتج القسمة، اضرب خارج القسمة في المقسوم عليه. يعني اضرب التلاتة اللي هي اللي بره لوحدها في المقسوم عليه. خد بالك ده اسمه خارج القسمة، ده اسمه المقسوم عليه، وده المقسوم. هضرب خارج القسمة في المقسوم عليه يطلع لي المقسوم، يعني 3 في 2 يطلع ال6 دي كده. نوع النمذجة التاني كسر اعتيادي على عدد صحيح. طيب هتيجي تبص في الأول، وخد بالك أنا قايل لك إنها صعبة وعايز تركيز شوية. 4 على 5 على التلاتة، هنا هتروح على طول تعمل حركة حلوة قوي. هتبص هنا، هل الأربعة ينفع تقسم على التلاتة؟ ما ينفعش تقسم على التلاتة. ساعتها هضطر إن أنا أجيب الميم ميم ألف، الميم ميم ألف للأربعة والتلاتة مع بعض. طيب زي ما درست قبل كده، الميم ألف للأربعة والتلاتة مع بعض هيطلع كام؟ هيطلع 12. طيب حلو قوي. يبقى أنا هغير في الكسر ده بحيث إن أنا أخلي البسط يبقى 12. خد بالك إن أنا هشتغل على البسط، يعني هعمل كده الأربعة، الأربعة هضربها في كام عشان تبقى 12؟ هضربها في 3، يبقى المقام هو التاني هيتضرب فيه 3. طيب خد بالك احنا في النوع ده بنشتغل على البسط، بقول البسط يتضرب في كام يطلع لي الميم ألف، يطلع هنا كده 12، هنا 15 على التلاتة. طيب الخطوة الأخيرة سهلة جدا، هنعمل نموذج كده كبير شوية عشان هم 15 مربع، وهنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. طيب وهنظلل منهم كام؟ هنظلل منهم 12. طب تعالى كده نعد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب هو عايز يقسم ال 12 على التلاتة، ال 12 مربع دول عايز يقسمهم 3 مجموعات، يبقى كل مجموعة هيكون فيها كام؟ طيب بص هنعملها ازاي. 12 على التلاتة، بص ببساطة خالص كده اقسم ال 12 على التلاتة فيها الأربعة. 12 على التلاتة فيها الكام؟ الأربعة. يبقى
أنا دلوقتي لو قسمت 3 مجموعات هيكون كل مجموعة 4 مربعات. يعني هنا 1 2 3 4 دي كده مجموعة، 1 2 3 4 دي كده مجموعة تانية اهي، 1 2 3 4 3 مجموعات. طيب يبقى الناتج كام بقى؟ المجموعة الواحدة فيها 4 مربعات، يبقى 4 على 15 بكل بساطة اهي. طبعا انت دلوقتي خلاص درست الوحدة كلها، فممكن تتأكد من الناتج عن طريقة نزل اعكس اقلب، هيطلع معاك برضو 4 على 15. طيب الخطوة اللي بعد كده كسر اعتيادي على كسر اعتيادي، النمذجة سهلة جدا برضو. دي مباشرة هات الميم ألف على طول، ميم ألف. هنا التلاتة والستة الميم ألف بتاعهم كام؟ على طول 6. طيب اللي بعد كده هنغير في الكسور بحيث ان انا اخلي المقام 6، وطبعا الكسر ده هسيبه زي ما هو لان هو اصلا المقام 6، فمش هنلعب فيه بقى تاني، هو اصلا المقام 6. نيجي بقى هنا 2 على 3، المقام هنا 3. طيب عشان اخليه 6 هضرب في 2، يبقى انا هقول كده 2 على 3 في 2 في 2 على 1 على 6. يعني ده نزلته هنا زي ما هو كده اهو. نكمل بقى 2 في 2 ب4 على 6 على 1 على 6 اهي. حلو، هنعمل ايه بقى هنا؟ هنعمل نموذج من 6 مربعات، نموذج كده اهو كبير خالص شوية. يعني انت بتمثل ده 6 مربعات، 1 2 3 4 5 وده السادس. طيب احنا هنظلل كام؟ هنظلل 4 بس، هيبقى 1 2 3 4. السؤال دلوقتي بقى هو عايز يقسمهم كام؟ لمجموعات، كل مجموعة تبقى سدس بس، كل مجموعة تبقى سدس بس. يبقى انت هيبقى عندك كام مجموعة؟ طب تعالى كده نشوف. ده كده اهو سدس واحد اهو، 1 على 6، وهنا 1 على 6 تاني، 1 على 6 تالتة، 1 على 6 رابعة. عملت كام مجموعة هنا اهو؟ شوف كده عملت كام؟ عملت 4. يبقى الناتج هنا بيساوي 4. السؤال ده بقى خد بالك منه قوي، خد بالك من السؤال ده جدا. عدد المجموعات المتساوية من 1 على 6 في 15 على 8، 15 على 18. طيب بص هنعمل ايه ببساطة خالص. انت ممكن تعمل حركة جميلة جدا. ايه هي بقى؟ في طالب هنا مش فاهم قوي، ممكن يعمل ايه؟ يعمل نمذجة وهتطلع معاه صح. وفي طالب تاني ناصح قوي يقول لك طب استنى، ما انا ممكن اختصر الكسر ده. تعالى كده نختصره، 15 على ال 18. ال 15 وال 18 دول ممكن نقسمهم على كام؟ ممكن نقسمهم على التلاتة، هيبقى فيها 5 على 6. 15 على التلاتة فيها الخمسة، 18 على التلاتة فيها الستة. وعشان تريح نفسك وتقسمهم صح هات العامل المشترك الأعلى ما بينهم اللي هو العين ميم ألف. يبقى أنا كأن الكسر ده كده الأصل بتاعه 5 على 6، يبقى 5 على 6 على 1 على 6. طيب ونكمل بقى الكلام، ونكمل الكلام بكل بساطة. بص بقى اللي هيحصل دلوقتي بعد كده. هو دلوقتي تعالى نقسم كده الخمسة على الواحد، 5 على الواحد هيطلع كام مجموعة تفتكر؟ هيطلع هنا 5 على 1 فيها الخمسة، يبقى 5 مجموعات. طيب بعد كده مقلوب العدد، دي قاعدة سهلة جدا ما تاخدش ثانية. مقلوب مثلا الستة 1 على 6 وهكذا. طيب بعد كده سؤال القسمة، نزل اعكس اقلب. طيب يعني مثلا هنا 3 على 6 تنزل القسمة تخليها ضرب، 1 على 6 بقى 6 على 1. طيب هنقول 3 في 6 بيساوي 18. طيب 18 على 6 فيها التلاتة اهي، 18 على 6، 3 في 6 ب18 و6 في 1 ب6، 18 على 6 بيساوي 3. وفي طالب ذكي وناصح يقول لي طيب انا ممكن اشيل الستة دي مع الستة دي عشان شبه بعض، ويبقى عندي 3 على 1 اللي هي فيها التلاتة برضو. لو جه في سؤال قال لك اوجد ربع العدد 16، يبقى هتقول 16 في ربع وتكمل. طب لو جه في سؤال قال لك كم تلت في العدد 18، يبقى هتقول 18 على تلت وتكمل.
طيب خد بالك من هنا، كلمة في دي احنا بنعملها معاملة القسمة دايما. طيب لو جه قال لك 3 على 4 عدد ما يساوي 6، اوجد العدد. الموضوع سهل جدا. يبقى هتقول له ده بيساوي 6 على 3 على الأربعة، اللي هي بتساوي كام؟ 6 في 6 في 4 على التلاتة، اللي هي بتساوي 24 على التلاتة، اللي هي بتساوي 8. يبقى العدد 8 اهي. بقسم الستة على 3 على الأربعة. طيب جه قال لك العدد الذي خمس منه يساوي 10. طيب سهلة جدا. شوف هنا القاعدة اهي، اضرب الرقم في المقلوب. يعني العشرة اضربها في 5 على 1، يعني 10 في 5 على 1. 10 في 5 ب50، يبقى العدد هنا 50. طيب آخر قاعدتين هنا، قاعدة عملية الضرب، ضرب الأعداد العشرية. ببص هنا بكتب العددين تحت بعض كده الأول أهو، أهي دي أول واحدة ودي التانية. في هنا هشيل العلامات العشرية، كأن الناتج بتاعي كام؟ 4 في 9. 4 في 9 بكام؟ ب36. أرجع للمسألة تاني. هنا العلامة بعد رقمين، 1 2 أهو، وهنا علامة بعد رقم واحد بس. هنا رقمين وهنا رقم واحد، يبقى كلهم على بعض كام؟ 3 أرقام. يبقى عد كده 1 2. بس استنى، ده لسه في رقم تاني ناقص. لا، يبقى حط صفر كده وبعد كده حط العلامة العشرية واقفل. طيب سؤال أخير، جه قال لك اوجد قيمة 27.6 على 12 من 100. طيب أول حاجة، عينك على المقسوم عليه ده، لازم تخليه عدد صحيح. يعني انقل العلامة من هنا حطها هنا كده. طب احنا اتحركنا كام خطوة؟ 1 2، يعني كده كأنها بقت 12. طب زي ما ده اتحرك، العلامة اتحركت خطوتين، لازم هنا العلامة تتحرك خطوتين. يبقى هتتحرك أول خطوة كده، عدينا الست، لسه في خطوة تاني هنحط صفر، يبقى 2760. نيجي بعد كده اهو نعمل القسمة، 2760 وهنا ال12. تعالى نكتب هنا زي ما بعمل دايما، نكتب مضاعفات ال12. 12 24 36 48. وهكتب هنا كده 1 2 3 4. نبدأ نشوف 2 على ال12 ما ينفعش، حط صفر. طيب بعد كده 27 على ال12، نشوف مين أقرب حاجة هنا لل27، بس لازم تكون أصغر منها. هلاقي ال24 والاتنين. خلاص، يبقى الصغير ده يتكتب فوق هنا والكبير ده يتكتب تحت كده، هنا كده اهو، واعمل ناقص. 27 ناقص 24 يطلع 3. بعد كده الستة تنزل. طيب هندور هنا اهو تاني، ال36 موجودة بشكل مباشر اهي، يبقى على طول كده صغير فوق يعني، وبعد كده هكتب ال36 تحت كده اهي. نطرح هيطلع صفر صفر. طب والصفر ده طلعه فوق هنا، يبقى الناتج النهائي يطلع 230.